حبايبي، زي ما انتوا شايفين ده البرجر باسهل طريقه. ما خدش مننا وقت خالص. بالعكس هنفرح العيال، وبدل ما يشتروه بكذا بره، لا احنا نعمله في البيت واحنا متاكدين من نظافته. زي ما انتوا شايفين، بصوا الجبنه ابتدت تسيح ازاي. تمام. وادي ايه البانيه والخس، كلها حاجات من البيت. يعني مش هنتكلف، وبالعكس احنا بنوكل حاجات لعيالنا احنا ايه واثقين منها. وبألف مليون هنا وشفها. وما تنسوش تتابعوني على قناة سر وصفة ماما، تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا ان شاء الله كل جديد. وبإذن الله مستمرين بإذن الله في أكلات صيفية كده ما تاخدش وقت منك، والعيال هينبسطوا بيها ويفرحوا بيها. وألف مليون هنا وشفها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي في قناة سر وصفة ماما. النهاردة إن شاء الله هنعمل بانيه. هو بيفشل مع ناس كتير مع إن هو سهل قوي، وأنا هوريكم هو المكونات معايا إن شاء الله. مكونات بسيطة وسهلة وتلاقيها موجودة عندك في البيت من غير أي تعقيد ولا بيض ولا لبن ولا كل الكلام ده. أنا هوريك الطريقة اللي أنا على طول بشتغل بيها، والحمد لله الحمد لله عمرها ما فشلت معايا. فإن شاء الله تعتمدوها وتجربوها معايا. واهم حاجه ما تنسوش تفرحوني بتعليقاتكم، ونتواصل مع بعض وتفعلوا زر الجرس عشان تشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مننا كل جديد، وتشاركوا الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد وكلنا نستفاد مع بعض. تمام. انا جايبه صدرين فراخ وعاملاهم شرايح بانيه. تمام. ومعايا كوبايه دقيق، والكفر اللي هو من بره اللي هو ايه اللي هو البقسماط المقرمش. تمام. ممكن تجيبيه من عند العطار عادي وتشتغلي بيه. طيب ايه التوابل بقى اللي انا هحطها؟ التوابل كاري، كركم، بصل بودر، ثوم بودر. ممكن تريحي نفسك من كل ده وتجيبي توابل الفراخ. تمام. هتبل انا الفراخ دلوقتي، بس انا عامه بعملهم انا في البيت. بحط كاري وكركم وبصل بودر وثوم بودر، كل حاجات بسيطه عشان انا هحط على الفراخ وهحط على الدقيق وهحط على الكفر الخارجي اللي هو ايه الخليط بتاع الفراخ المقرمشه. تمام. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ انا اول حاجه بجيب بصلايه ابشرها واحط عليها حبه ملح، واخد منها الميه بتاعتها اللي هي دي كده ميه بصل. بحطه في ميه بصل البانيه كده، انا بحطه في ميه بصل واحط له حبه ملح وفلفل. تمام. وبعد التوابل دي انا باخد سنه منها واحطها له عشان يتبل. تمام. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هسيبه يتبل شويه، وبعد كده هوريكم الخطوه اللي بعد كده. خليكم معايا حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده انا سبت الفراخ حبه اتبلت. تمام. في ميه البصل والتوابل بتاعتها. تمام. وهبتدي اشتغل دلوقتي. انا هاخدها كده، شايفين ادي اول طبقه هحطها في الدقيق. تمام. انا هوريكم واحده او اتنين، والباقي انا هكملهم عشان ما اطولش عليكم فتره الفيديو. تمام. شايفين انا حطيتها فين كده؟ في الدقيق. تمام. هنفضها كده زي ما انتوا شايفين، وهاخدها على انا معايا ميه البصل وحطيت لها ميه متلجه سقطه بسيطه كده واطلق. تمام. سقطه بس. طب هتحطيها فين تاني؟ في ايه؟ في البقسماط المتبل. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين. وهتدوس عليه كده حبه عشان البقسماط المتبل ده يمسك فيه. هو كده بالنسبه لي البانيه يا دوبك كده هيتقلي. تمام. انا هخلص الكميه كلها وهوريها لكم، بس انا هوريكم واحده تاني معايا. تمام. عشان محدش يقول لي البانيه فشل معانا. ان شاء الله باذن الله بعد الطريقه دي البانيه مش هيفشل معاكم تاني باذن الله. تمام. خليكم معايا كده اوريكم هجيب واحده تاني واوريها لكم هعمل فيها ايه. خليكم معايا. بصوا انا نفضت الزياده اهو. تمام. هاخد انا واحده تاني دلوقتي. حبايبي زي ما بقول لكم كده انا هعمل واحده تاني اهي. ماشي. هشتغل بيها اول حاجه الدقيق. تمام. اهو اول حاجه الدقيق، ولا فيها بيض ولا فيها اي حاجه تعقيد، كل حاجات موجوده في بيتنا. تمام. كلها حاجات ان شاء الله هتلاقيها سهله، وباذن الله باذن الله ان شاء الله مش هتفشل معاكي ابدا، لان انا دينا هوريك الطريقه. تمام. هسقطها في الميه متلجه، ميه متلجه. تمام. اهو. وبعد كده هحطها في البقسماط المقرمش. تمام. اهو زي ما انتم شايفين. بس وانا بحط البقسماط عليها بدي ضغطه كده. تمام. بدي ضغطه واحطهم واكملهم كلهم واوريهم لكم وانا بقليهم. بس اهم حاجه تضغطي، عايزه ضغطه كده عشان يمسك عليها البقسماط. تمام. او بقسماط انت عادي بتشتريه بنتبله احنا زي ما انا قلت لكم على التوابل. تمام.
اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام اهو كده، وهبتدي ايه اكمل الباقي وارجع لكم. حبايبي زي ما انتم شايفين كده انا خلصت الكميه اهي بتاعتي. تمام. جيت في الاخر خلاص هخلص البقسماط، رحت حطاله شويه دقيق، كملت البقسماط. تمام، عشان ما عنديش بقسماط تاني، فرحت حاطه شويه دقيق. فانت لو قابلتك نفس المشكله ما عندكيش بقسماط تاني، حطي على البقسماط دقيق من الدقيق المتبل اللي احنا عاملينه. تمام، تحط عليهم شويه دقيق وكملي الكميه. فانا ديني كملت الكميه بتاعتي، وهبتدي ايه سخنت الزيت على النار، بس انا مش عايزاه سخن قوي عشان مش عايزاها اول ما تنزل تتحرق، لا انا عايزاها تاخد راحتها كده في السوا. خليكم معايا عشان اوريها لكم دلوقتي وانا بحطها في الزيت. حبايبي وزي ما انتم شايفين كده انا اول حته حطيت الزيت البانيه لازم بسم الله اهو. زي ما انتم شايفين انا الزيت معايا سخن. تمام، بس مش سخن قوي، انا عايزاه ياخد راحته، ولا سخن قوي ولا بارد. تمام، انا دخلت كده ايه واحده هدخل التانيه. تمام، وانت بتحطيها كده بالراحه. هو الزيت سخن معايا تمام، بس مش سخن قوي عشان تاخد راحتها وتطلع مقرمشه معايا. تمام، ولازم البانيه يكون الزيت مغطيه. تمام، انا مش هقلبه ولا هاجي ناحيته الا لما الطبقه اللي تحت تتحمر ويبتدي يقب كده لفوق. خليكم معايا وانا هوريكم خطوه بخطوه. دي زي ما انتم شايفين هي قبت لفوق. تمام، انا كده هبتدي ايه اقلبها زي ما انتم شايفين كده اهو، ولا كفر الحمد لله نزل من عليها ولا اي حاجه. انا طبعا لقيت في حته تاني تسيع حبه رحت حطاها. تمام، اديني التانيه هقلبها على الناحيه التانيه بكل راحه اهو زي ما انتم شايفين اهو. تمام، ولا الكفر نزل من عليها ولا اي حاجه اهي. تمام، خليكم معايا هكمل الكميه وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين بصوا انا طلعته اهو شايفين اهو معايا اهو. هطلعه على صينيه، لو عندك شبكه تمام طلعيه عليه، ما عندكيش اعملي زي كده. تمام، بصوا انا دي طلعته على الصينيه اهو شايفين، ولا كفره نزلت ولا اي حاجه، الغطا اللي عليه زي ما هو اهو مقرمش. سامعين؟ يا رب تكونوا كده سامعين. انا طبعا هاديني هبتدي احط مره تانيه. تمام اهو زي ما انتم شايفين اهو قدامكم. تمام، ادي حطيت كده انا مره تاني. تمام، زي ما انتم شايفين بصوا الكفر بتاعها. بصوا حبايبي بصوا اهي مقرمشه وزي الفل. خليكم معايا اما اخلص الكميه واوريها لكم. حبايبي رجعنا لكم زي ما انتم شايفين خلصنا البانيه. تمام، المقرمش بسم الله ما شاء الله اهو شايفين اهو. طيب الهنا والشفا. دلوقتي بقى هوريكم هعمل السندوتشات برجر. تمام، طبعا الكايزر عندنا احنا اللي عاملينه على القناه، ولو عايزه تشتري كايزر من بره تمام. انا هوريك الطريقه بس دلوقتي خليكي معايا. بصي هعمل انا عندي معلقتين مايونيز وهحط عليهم معلقتين كاتشب اهو. هقلبهم عشان انا عايزه اطعم الكايزر بتاعي. تمام، زي ما انتم شايفين كده انا دي خلطتهم. تمام، هبتدي احشي اهو زي ما انتم شايفين. انا عشان عايزه اطعم الساندوتش معايا عشان يبقى ليه طعم كده. تمام، وادي حبه الخس ادي الخس. تمام، وادي الطماطم. اللي عايز يحط له بصل تمام، بس احنا عامه ما بنحبش البصل مع البرجر. تمام اهو ندلع العيال شويه زي ما انتم شايفين كده. انا بقطع حته البانيه على قد البرجر. تمام، ندلع العيال شويه بدل ما يروحوا يجيبوه من بره بالشيء الفلاني. طب ما احنا نقدر نعمله ونهيص عيالنا. تمام اهو، وعليه وعليه شريحه الجبنه. تمام، عايزه تحطي له صوص تاني من فوق تمام، مش عايزه تمام كده. نهيص العيال. شوفي كده ده بره يعمل قد ايه، لكن احنا عملناه في البيت من كل حاجه البيت. شايفين بالالف هنا والشفا. طبعا انا هكمل الكميه وهوريهولكم، بس انا خليكم معايا هوريكم واحد تاني عشان اللي ما خدش باله. تمام، زي ما اتفقنا العيش ده عاملينه عندنا على القناه. تمام، لو انت مش عايزه تعملي عيش مفيش اي مشكله. هتعملي هتشتري من بره الكايزر العادي بتاع البرجر. طيب اهو
انا ايه بطعم العيش. تمام. هحط قلنا الخس اهو. والله يا جماعه اكل البيت ما فيه انضف ولا احسن منه. تمام. وادي هناخد حته البانيه. تمام اهي هحطها، هي بس ايه كبيره حبه، فانا ايه عايزه اخليها. شايفين البانيه من جوه؟ شايفين البانيه من جوه بألف هنا والشفا. تمام. ان شاء الله الطريقه دي هتنجح معاكم، مش هتفكروا تعملوا حاجه تاني. تمام. هو انا حطيت ايه المفروض احط الطماطم فوق الخس اهو اهو. تمام اهو. وادي شريحه الجبنه. تمام اهو. تمام. ألف مليون هنا والشفا، والله ما في احلى من كده. هخلص الكميه وهوريكم ايه الشكل النهائي.